تخيل معاي رقم واحد يتكرر في كل شيء، في الدين، في الطبيعة، في العلم. هل مجرد صدفة أم حكمة إلهية مخفية؟ اليوم باش نحكيو على رقم غريب، رقم عنده سر، رقم يتكرر في الكون، في العبادات، في حياتنا اليومية. رقم 7. خلينا نبدأ بالقرآن. ربي سبحانه يقول: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فيها 7 آيات، حكمة مش صدفة. أما في العبادات تلقى رقم 7 في كل شيء. السماوات 7، الأرض عندها 7 طبقات، أبواب جهنم 7 ربي نجينا منها، طواف حول الكعبة 7 مرات، السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، الجمرات اللي نرموها في الحج 7 لكل واحدة منهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7، يعني الصلاة تبدأ من 7 سنين. ما هذا مش صدفة. وزاد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ذل إلا ذله، يعني حتى الناس اللي باش يكونوا تحت ظل الرحمة يوم القيامة عددهم 7. أما في العلم والطبيعة رقم 7 مازال يطلع في كل بلاصة. عدد قارات العالم 7، ألوان الطبقة الضوئية 7، طبقات المدارية الإلكترونية 7، أنواع النجوم 7، الطيور كتهاجر في شكل رقم 7، حتى عجائب الدنيا 7. كيفاش رقم واحد يجمع بين الدين والعلم والطبيعة؟ حكمة ربي سبحانه تتجلى في كل شيء من حولنا. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم. نشوفكم في الفيديو الجاي.